مستر جورج كابتن جورج تعال خد معي. يمكن مستر جورج النهارده يعني شايفين اداء على غير المتوقع، يمكن في سيطره بعض اوقات المباراه، لكن المحصله في النهايه خسرت 3 نقاط هامه في بدايه ماراثون الممتاز به. About today there's no play we make it in a friendly match and today is abnormal for our playing. What your opinion about this? First of all, congratulations to Team Malawi. في الأول هو بيهني تيم ملاوي على ال3 بونت. They beat us and the correct result was. هم هزمونا وخدوا 3 نقط مننا. The problem was today that we won almost every friendly matches against the second division teams, and we believed that we are very good teams and we are very good players. It never could happen before. هو شايف ان المشكله النهارده كانت بسبب ان احنا كل الماتشات الوديه اللي عملناها قدام فرق ممتاز وممتاز به كسبناها، فكان عندنا ثقه زايده عن اللزوم من الماتش بتاعنا. And we forget that what to do to beat any team, not every team, any fight, run all through the 90 minutes, keep the tactical advices, okay, and good individual performances. I never seen anything about this trip. ونسينا الحاجات المهمه ان احنا لازم نعملها عشان نغلب اي فرقه، اللي هي ان احنا نجري وننفذ التكتيك بتاع المدرب ونحارب على كل كوره ونروح الفريق بتاعنا. يمكن دي شجاعه منه، يعني اعترافه ان في حاجات كتيره كان محتاجها الفرقه، لكن انت البدايه نادي الاسيوطي كل بيراهن عليه ان هو داخل المنافسه على الصعود للدوري الممتاز. هل البدايه ديت ربما نافعه ممكن تكون بدايه للانطلاق، ولا شايف انها ممكن تاثر على المباريات المتبقيه للفريق؟ He told them about all thinking in الاسيوطي is the first in this group and maybe this good for us. We lose first match to contain our matches in a good way. Yeah, I hope the same. I hope the same that we change our mind and then we will go back to the. هو بيتمنى برضه نفس الموضوع ان احنا العقبه الاولانيه دي هي اللي تدينا الدفعه ان شاء الله عشان نكمل باقي الدوري واحنا في الصداره. To go back the mentality and the fast play as we did do in the friendly matches. We forget everything. Because why we beat the opponents, because we play fast, we run more, but didn't see anything about this today. هو بيتكلم بيقول ان يعني ممكن تكون الهزيمه الاولانيه دي هي الدافع ان اللعيبه ترجع تاني لمستواها ونلعب زي العروض اللي احنا قدمناها قبل كده في الماتشات الوديه، اللعب السريع، الكره اللي على الارض، التكتيك اللي الناس كلها كانت بتشوفه في الماتشات. بسبب الحاجات دي هي ممكن نرجع تاني للمستوى بتاعنا. يمكن شفنا بعض التغييرات، بعد اجراء التغييرات شفنا فريق ملاوي امتلك نصف الملعب، ابتدى بقى فيه زياده هجوميه. يعني هل التغييرات كان فيها نوع من الاجبار ان انت تخرج يمكن اللعيب الافريقي من افضل اللعيبه اللي كانوا في الملعب، ولا يعني دي وجهه نظر يعني كان ترتب عليها؟ The player we change on match the second half the player from Malawi contain the ball and catch the ball for us and play. They keep the ball with them. And in your thinking, this about change Edward and some player from midfield. This you see this. All through the 90 minutes we have problem in the middle field. In the first half with Edward and the second half without Edward, we have the same problem. We played very slowly and very badly, not because the substitute. The second half we controlled just one big mistake before the first goal and one big mistake before the second goal. We controlled the second half. What happened, what we want to do. So in my opinion, the substitutes help for the team. هو شايف ان التغييرات اللي عملها ساعدت شويه في الفرقه، ان احنا الشوط الثاني من وجهه نظره ان احنا امتلكنا الكره كويس، بس كان عندنا مشكله كبيره قبل الشوط الاول ومشكله كبيره برضو بقى قبل الشوط الثاني. هو شايف ان المشكله بتاعت الماتش كلها 90 دقيقه كانت من في نص الملعب، يعني فكان عندنا مشكله قبل ما ادوار يطلع وعندنا مشكله برضو بعد ما ادوار طلع. بنشكره بالتوفيق ان شاء الله. Thank you for this and I hope success in the second. Thank you very much. Thank you very much. شكرا.